قبل ما يبقى عندك DNS في الشبكة بتتعامل بالاي بي ادرس مباشرة. يعني مثلا لو انا عايزة ابعت داتا من بي سي 0 لبي سي 2 او لبي سي 1، فانا بتعامل بالاي بي ادرسز بتاعتهم. باجي مثلا من بي سي 0 بفتح الرن وببتدي اعمل مثلا بينج واكتب الاي بي ادرس بتاع الجهاز التاني، وليكن مثلا 201.1.50، وبستنى بقى الرد او عدم الرد. فالتعامل هنا بيكون بالاي بي ادرس على طول. اما بعد وجود ال DNS في النتورك المفروض ان انا ببتدي اتعامل باسامي. الشبكة بيكون ليها حاجة اسمها الدومين او اسم الشبكة، زي ما تقدر تقول حاجة زي كده، والاسم ده ممكن انت اللي تسميه، ممكن انت تشتريه، ايا كانت الطريقة. وليكن مثلا الشبكة بتاعتنا اللي قدامنا دي احنا حابين ان يكون ليها دومين shahinaz.com مثلا، او .net او .org او .edu، مش موضوعنا دلوقتي. الفكرة بقى ان كل الاجهزة اللي جوه الشبكة دي هتبقى فلان .shahinaz.com، يعني مثلا pc0.shahinaz.com، ودي حاجة انت اللي بتحددها اصلا. يعني انت اللي بتيجي من الدي ان اس سيرفر وبتبتدي تحدد الدومين وبتبتدي تخلي اليوزرز يسجلوا نفسهم او انت تسجلهم جوه الدومين ده. يعني مثلا تيجي عند الدي ان اس سيرفر وتيجي عند الدي ان اس سيرفيس وتتأكد ان هي on، وبتبتدي تسجل اليوزرز والكمبيوترز بيبقوا حاجة اسمها A record. يعني ايه A record؟ يعني يوزر جهاز. يعني لو قارنتها بباقي الريكوردز مثلا هتلاقي في حاجة اسمها ال C name record او ال S ال NS record او ال SOA record. فدي ريكوردز في منها ان انا بسجل سيرفر تاني سواء DNS او غيره، في انواع ريكوردز غير دي. انما انا دلوقتي بسجل يوزر عادي او كمبيوتر عادي، فباجي مثلا اقول والله انا بالنسبه لي pc0.shahinaz.com ده الادرس بتاعه، وتبتدي تشوف بقى هو بي سي 0 ده الاي بي الاصلي بتاعه كان كام، هتلاقيه 201.1.100. فتبتدي تقول فعلا ان بي سي 0 ده هو كان 201.1.100، بحيث ان دلوقتي اللي المفروض هيتعامل مع بي سي 0 هيتعامل معاه على انه النيم ده مش بس الاي بي ده. نقول له كده اد، كده احنا مثلا ضفنا ريكورد. لو احنا عايزين نضيف ريكورد تاني وتالت وعاشر زي ما احنا عايزين، خدوا بالكم يا جماعه الدي ان اس فيه تفاصيل كتيره جدا جدا جدا، انما هدف الفيديو ده انك تفهم الموضوع ببساطه جدا ويتفك عندك وتبقى فاهم ايه موقع الدي ان اس من الشبكه ايه بالظبط. مثلا انا كده سجلت بي سي 0، سي عايزه اسجل كمان بي سي 2. بي سي 2 ده الاي بي بتاعه اصلا 201.1.50، اسجله برده بالنيم بتاعه. ممكن على فكره مش لازم بي سي فلان، انا ممكن اسميه باسم الشخص اللي بيستخدمه مثلا عادي، انما انا هنا بعمل بالبي سي عشان تبقى واضحه من الشبكه من بره. فاجي مثلا اقول له ان بي سي 2.shahinaz.com ده الاي بي بتاعه 201.1.50. في كمان حاجة، مش شرط أبدا إن الأجهزة اللي بتتسجل عند الدي ان اس سيرفر تبقى معاه في نفس الشبكة، هو مش دي اتش سي بي. الفكرة هنا إن أنا ممكن أسجل جهاز في شبكة تانية خالص زي بي سي 1 الاي بي بتاعه 202.2.100، فباجي برضو كده على السيرفر بتاعي وببتدي أقول له إنه pc1.shahinaz.com ده، لا سوري الكلام ده في النيم، فبقول له ان ده الاي بي بتاعه 202.2.100. كده انت عندك الريكوردز في الدي ان اس سيرفر. هل كده انت خلاص ريدي؟ لا لسه. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو جيت مثلا من بي سي 0 وقلت له يلا بينج على pc1.shahinaz.com، مع ان ده ريكورد حقيقي موجود في الدي ان اس سيرفر، بس هيقول لك مفيش الكلام ده، مش عارف اتشيك النيم اصلا. وده ليه؟ ده لانه بي سي 0 مش متعرف اصلا مين الدي ان اس سيرفر اللي هيترجم له. يعني دلوقتي انت لو دخلت في السيت اب بتاع بي سي 0 وقلت له طيب يلا وريني الدي ان اس سيرفر بتاعك، مش عارفه انا قفلت ليه، وريني كده الدي ان اس سيرفر بتاعك، هتلاقي انه فعليا مفيش اصلا دي ان اس سيرفر عند بي سي 0 ان هو يستخدمه. فالفكره دلوقتي ان احنا عايزين نكتب الدي ان اس سيرفر لبي سي 0 عشان بي سي 0 يقدر يستخدمه، يقدر ان هو فعلا يبقى في حد بيترجم له
النيم لاي بي. يبقى دلوقتي بدل ما هو جه يقول بينج على بي سي 1 فمعرفش، لا هو لما يقول بينج على بي سي 1 ده يعتبر ريكوست، الريكوست ده يروح للدي ان اس سيرفر اللي انت هتكتبه له، والدي ان اس سيرفر يبتدي يترجم النيم ده الاي بي. فهو حاليا ما عندوش اصلا حد يودي له ريكوست. فاحنا مطلوب دلوقتي ان احنا نروح في السيت اب بتاع الجهاز ونكتب له هنا الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ممكن يكون سيرفر زي ده، ممكن يكون راوتر، طبعا بيكون في سيستم للسيرفر زي ان هو يكون مايكروسوفت سيرفر او لينكس سيرفر او ايا كان. بس زي ما قلت لكم احنا هنا بنوضح الكونسبت اكتر من ان احنا بنشرح تفاصيل. فدلوقتي الدي ان اس سيرفر ده الاي بي بتاعه 200.1.1.200. فانت تقدر دلوقتي تيجي عند بي سي 0 اللي محتاج حد يترجم له ده وتقول والله الدي ان اس هو 200.1.1.200. بكتابتك هنا للاي بي ادرس بتاع الدي ان اس سيرفر، دلوقتي بي سي 0 ده يقدر يكلم اي حد ريكوردد عند الدي ان اس سيرفر، يعني يكلم اي ريكورد من اللي انت كتبتهم عند الدي ان اس سيرفر، سواء كان ده حد جوه الشبكه بتاعتي او بره الشبكه بتاعتي. تعال نجرب. يعني دلوقتي لو جيت انا مثلا كده وقلت له بينج على بي سي 1، انا في بي سي 0 دوت shahinaz.com. بصوا شايفين ازاي ترجم من نيم لاي بي. تمام. اجرب مثلا، ملاحظين اصلا بي سي 1 ده جت على طول ان ده حد بره شبكتي اساسا. طيب بينج على بي سي 2 دوت shahinaz.com. شايفين فعلا قدر يترجم، وفعلا قدر ان هو يبقى ايه، name to IP address سواء بره شبكتي او جوه شبكتي. ده كده الدي ان اس سيرفر باختصار جدا 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 للناس اللي بتتلخبط فيه، علشان يبقى مفيش اي مشكله في التعامل معاه او في الكونسبت بتاعه بشكل عام. بس الدي ان اس سيرفر ده علم كبير وفيلم كبير، ان انت تتعلم تفاصيله وتتعلم انواعه وتتعلم الريكوردز بتاعته والمسجز بتاعته. السكوب بتاعه واسع وكبير جدا جدا جدا. انا كنت جبت سيره الدي اتش سي بي في وسط الكلام، لو انت حابب تعرف عنه اكتر هتلاقيني عامله عنه فيديوز. لو برضو حابين ان انا اعمل لكم فيديو مبسط جدا زي ده عنه، اكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا ليكم.